يطلعونا وينزلونا، دير من على ده ودير من على ده والوضع يموت، في الاخر يقول انت روح ضحى. يقول لك فين ناصر قال لي يا سعاده البحر هذا مكتبك بتعملي ايه؟ هذا مكتبك بتعملي ايه؟ مكتبي؟ اللي انت قاعد عليه ده. ايوه طب ما انا قلت لكم روحوا هاتوا تذكره دخول بعد كده. يعني مشكله تذكره الدخول. أيوة. طب شوف العين الاول، تعالى ادخل يا ابني. ادخل يا ابني. الشباب الوضع يموت. ودي تتحل معاهم للتحقيق. حل التحقيق، حط هنا السعيد يا سيدي. والله يا باشا الناس جت من عند ربنا. يعني جت على التذكره ما عندكيش ضمير؟ ما فيش احساس؟ حل التحقيق معاك، حل التحقيق. خد يا سيدي، خد. انتوا ما بتقدروش تتكلموا. لا مش بقدرش اتكلم. والله كشفت عليه والله يا باشا ما اشتغل الراجل قدامها. ما حدش كشف عليه. محدش راضي يكشف على الواد. اكشفوا عليهم، عملوا لهم محلين دلوقتي حل. حولوا عشان التحقيق. باشا حولوا معاهم. قال في شغلات مع نفسه. والد عمي لو فيش علاج في المستشفى الخلاص بيطلع. انا راجل قدام. ما انت ما لقيتش التخصص موجود ولازم ما عندكش تعمل يا باشا ليه؟ انا قدرونا. اطلعوا فين يا سيدي؟ تعالى هنا. اطلعوا فين؟ يا دكتور هم يطلعوا ياخدوا خدهم بايدك. طلعهم لحد ما عندي. بص شكله قبل ما تتنقل المستشفى هنا. طب اديك كنت محتاج محاليل، هم ما رضيوش يركبوا لنا تحاليل ولا رضيوش يدونا حاجه. يعني كشفنا وكتبنا العلاج وهو محتاج ان هو يتحجز. لا ما طلعش فوق الحجز ليه؟ رضوش يحجزونا يا باشا والله يا هم كلهم دلوقتي ساعة ما انت طالع سعادتك طلعت فوق قالوا لا احجز. راح تيجي دفتر، واحد قال لها انت الدفتر. دلوقتي حد من عندي يطلع دلوقتي يحجزه. دلوقتي عندك ضمير. انا الحمد لله عندي ضمير ومفضلين ان انا قاعد موجود حقا. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد فوق في الكلى بتابع حالة الكلى وغسيل الكلى. انا بيجي شغل. كل واحد موجود في المستشفى يتحل التحقيق. ويقال المدير والنائب المستشفى ويتم نقل المستشفى لمكان ثاني داخل المدينه مع توفير كافه الدعامات الاداريه ليها من الوحده المحليه.